والرجل الذي يتساهل في أمر امرأته وابنته وأخته فيه نوع من الدياثة. الدياثة الكبرى أن يقر الفاحشة فيها ولا يغضب لارتكابها فاحشة الزنا، ومقدمات ذلك إذا رضي فهو نوع من الدياثة حسب اختلاف صورها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، فإذا خرجت المرأة بكمال زينتها وما قد تبذله من تصنع وتجمل فنظر الرجال إليها ونظرت إليهن فقد حصل تبادل الزنا من العينين. والحديث في الصحيح يقول: والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. ومعنى يصدقه يعني يحقق وقوعه، فليس معنى تصديق الذي هو ضد الكذب، وإنما هو التصديق الذي هو التطبيق العملي، كما قال الله جل وعلا لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالواجب على الرجل أن يكف امرأته. المرأة أجمل ما تكون عليه أن تكون في غاية الستر، وأن لا تخرج من منزلها إلا لما لا بد لها منه. ولا يليق بالمرأة أن تغتر بما تراه من نساء وافدات أو ما تراه على الشاشات، لا سيما في هذا الزمن